هذه غير دابا جا الطوموبيل طلع. اول حاجه غادي يعمل بهاد اليد هادي بلاتي، شوفوا معايا بهاد اليد هادي ضربها حتى فرقع هاد الشيء هذا. واللي ما فهمتش انا شنو غنعمل معاه دابا، غادي نقول له خلص يقول لك انت ماشي مزيان، غيقول لك ماشي مزيان اصلا نغرم لك الحاجه ولا كذا، غادي تهضر معاه غادي يقول لك انت خايب انت فيك ما فهمتش الاخوان. عطيوني نتوما شنو غنعمل مع هذا السيد هذا، وانا غنعاود لكم البلان اللي وقع من الاول حتى الاخر. وما تنساش تخلي معك الماكس ديال لي لايك. كمل معايا الفيديو. وان علاش كنقول لكم دائما الحاجه ديال الناس الانسان يحافظ عليها. هذه كنت سبق لي هضرت لكم على هذه القضيه هذه، وقلت اليوم ضروري نعاود نبارطاجيها معكم. طلع معايا واحد السيد عادي جا يعني غادي نوصلوا، طلع كما كنعرفوا دابا بدات شويه السخانه يعني بدا كيستعمل الكليمه الى اخره. المهم انا نفهمكم القضيه كيفاش انا ندور الساروت هنا نديماري الطوموبيل ديالي. انا شعلت هاد اللعيبات هادو ديال الكليمه، ها نتوما نسيت شعل هاد البانطايه هادي. وشوفوا معايا الانسان شنو يقدر يدير. وراه الاخوان دائما الحاجه ديال الناس خافوا عليها اكثر ما تخافوا على الحاجه ديالكم. شي باقي الحاجه ديالك ما تخافش عليها، ولكن ديال الناس اعطيها الثقه. ها انتم نجيو للكليمه يعني يعني الكليمه كانت شاعله بحال هيدا. ارى انه هو الزربه اللي عطاه الله مشى لهنا بهاد الصباع ديال اليد وعفط. عرفتي شنو تشبر هاد اليد وعفط، انا عفط ضربها حتى هرسها حتى دخلت لداخلها. شو هاي ما بقاتش قدامها. شو الاخوان عطاها بواحد اليدين تبارك الله عنده ضربها اخر دخلت لداخل. ها هي مشات يعني دابا ما بغاتش تخرج بغات نطفي هاد الكليمه هادي. بقيت غير كنشوف فيه. واش فهمتوا الاخوان؟ ها يعني ضرب هرس لي هادي. ما فهمتش يعني الانسان دابا في الحاجه ديال الناس اللي كيطلعوا يبقى يهرس وديالو كتلقاه كيخاف عليها. هادشي اللي بغيت نفهمها الاخوان، كيفاش انه واحد الحاجه ديالو يخاف عليها ولكن الناس غير كيهرس. راه ربي كيخلص كل واحد. شي انت كيما انت كتعامل مع الحاجه ديال الناس راه يجيب ربي حتى اللي الحاجه ديالك غيتعاملك بنفس الشكل. واش فهمتوا الاخوان؟ ملي هضرت معاه قال لي وراه هي ديال البلاستيك ولا شنو غيعملوا لك هنا ديال الحديد باش تجي انت تجمع هاد الجهد كامل وتعطي لهادي الطلعه. غايب العقل، الحاجه راه كتكون غايب العقل. واش فهمتوا؟ ها هو هرسها دابا. المهم حرفت لي معاه ما بغاتش تخرج وحتى هو ما لقيت ما نعمل معاه. غادي تهضر معاه يعني غادي تقول له خلصها ماشي مزيان، غادي تقول له مثلا شي حاجه ما عجبوش الحال تسمى انت ماشي مزيان. وها هو هرس لك الطوموبيل وفي الاخر ما يخسر عليك والو غير ان وراه هي غامنزله ولا هي غاد بلاستيك. وراه نيت هي غامنزله هي غاد بلاستيك، راه ماشي ديال الحديد باش تجي انت وتعفط عليها بالصبعين ديال يدك. واش فهمتوا الاخوان؟ المهم طلع لي هذا البلان قلت ضروري نبارطاجيه معكم يعطيونا الناس الراي ديالهم في هذا الشيء هذا. واش عادي وصافي هرسها نورمال، الا جا كل واحد طلع حدا كيهرس لك حاجه الطوموبيل كيف ما كنعرفوا مشات. واش فهمتوا؟ والحاجه اللي انا بغيت تدخل لي في عقلي علاش الانسان حاجته يخاف عليها والحاجه ديال الناس لا. راه حتى ديك السيد هذاك راه عارق على ديك الطوموبيل، عارق على ديك الحاجه كتسمى شاريها بفلوسو عارق. ما فهمتش شنو غتخسر كيما كتخاف على ديالك حسب الحاجه ديال الناس هي خاف عليها. غيجيب ربي اللي يحافظ لك على الحاجه ديالك، ولكن باش انت تخرب الحاجه ديال الناس ما غاديش يسهل عليك. فهمتي؟ دائما الانسان يحاول ما امكن الحاجات بحال هيدا ما يقش فيهم كاع. حاجه ديال الناس خليها عليك في الثقه، ما تنوضش وتهرس. حاجه ديال الناس تعامل معاها بشويه، واخا انت عارف عندك كاع اختها وعارف هذيك كيفاش كتعامل معاها تزيد ونقص، ولكن تعامل معاها بشويه. حاجه ديال الناس شويه. وكذلك في الطوموبيلات الكرا كذلك كما كنشوف واحد القضيه في الطوموبيلات ديال الكرا اللي باقي غادي نهضر عليها، واللي كتلقى اخر الا مشى حتى كرا شي طوموبيل الله يخلف الله يجعل شي بركه راه كتبقى يعني يطلع بها غير للسما، ما بطوات كيحيدهم للارض الصيره. فين ما مشيتي يمشي بديك الطوموبيل، فين ما درتي تلقاه بديك الطوموبيل. واش فهمتوا؟ اما تبدال فيتاسات هذيك الشيء كامل على كترد، هذيك الشيء ما تهضرش عليه. وغنعاود لكم شي حاجات اللي وقعوا حدايا، وغنعاود لكم شي حاجات اللي عاودهم لي السيد عنده لاجونس ديال الكرا وكيشوفهم بعينه. عرفتي باش طيح عليكم بنادم يمشي يحرت بالطوموبيل وبنادم كذا، راه داك الشيء سطوجا الاخرين وبالفيديوز. يعني داك الشيء موثق ماشي غير هضره. جا كيعاود لي والله العلي العظيم وتسمعوا داك الشيء هذاك الاخوان تبقاو كتشوف بنادم كيحافظش على الحاجه ديالو. علاش انا جبت هذا الموضوع هذا؟ حيت ملي شفت ديك السيد طلع ورده هذه هرسها تما قلت هدا عليه بقى ما يتعجب. وماشي غير هذيك، ماشي غير هذيك، بزاف ديال الحاجات غنعاود لكم شي حاجات ان شاء الله تبقاو كتشوف كيفاش بنادم كيحتقر الحاجه ديال الناس وكيخاف على الحاجه ديالو. فهذا ربي عمره يسهل على شي واحد في هذا الشيء هذا. فهمتوا الاخوان؟ هذا ما كنتمنى من الله الانسان يتفادى يكرفس الحاجه ديال الناس باش ربي يسهل عليه. هذه كانت يعني واحد
حاجه وقعت لك ضروري نبارطاجيها معكم باش الناس ان شاء الله ملي يطلعوا لحاجات شي حد يحتفظوا عليها ويحترموها. وتعطيوني الراي ديالكم شنو غنعمل مع هذا صافي. شنو غنقول له؟ واش صافي الله يعاوننا ويعاونك، ولا غادي نقول له لا عدلها، ولا ما فهمتش. يعني الراي ديالكم مهم الاخوان. دابا كنتمنى الانسان يجاوب يعطيني الراي ديالو. وإلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي معك واحد لايك باش اي حاجه ان شاء الله نبارطاجي معكم منها المعلومات، منها شي حاجات اللي بحال هيدا اللي مهمين يستافد منهم الانسان. وكيف ما العاده كما كنقول لكم، كيف ما تعلمنا شي حاجه غنعلموهم لكم. والانسان دائما معلومه وصل له يعني يوعى بشي حاجات بحال هادو. هذا ما كان الاخوان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.